يلا بينا نعمل ترند الشيبسي اللي مكسر الدنيا. يلا نقول بسم الله. استنى، انت بتعمل ايه؟ احنا كل اللي احنا عملناه ده غلط. انت عارف ده لو دخل جسمك ايه اللي هيحصل فيه؟ انت عارف ان الكوكتيل اللي انت عملته ده فيه تقريبا من 1250 سعر ل 1500 سعر، وده رقم عالي جدا. اخلصه في كيس زي ده مش هيخليك شبعان، بالعكس هيخليك جعان، لان العناصر الغذائيه اللي فيه كلها يا كربوهيدرات يا دهون كتيره جدا. بالتالي انت مش هتكتفي بالوجبه دي خلال يومك، هتحس ان انت جعان، ودي مصيبه اكبر ان انت تاكل اكتر من السعرات اللي كانت موجوده في الكيس ده. تاني حاجه، لما تضيف على كيس شيبسي كامل شويه صوصات فيها املاح، والشيبسي مليان املاح، انت متخيل كميه الصوديوم المهوله اللي انت دخلتها جسمك وتاثيرها على ضغط الدم؟ يعني لو واحد عنده الضغط اصلا واكل حاجه زي دي، يعني لازم يكلم دكتور عشان يضاعف له جرعه العلاج بتاعته، لان بالتاكيد هياثر على ضغط الدم. اخر حاجه هتكلم فيها كميه الدهون اللي دخلت الجسم. مبدئيا كده البطاطس دي مقليه بزيت نخيل، زيت نباتي، وطبعا الزيوت النباتيه هي اخر حاجه افكر ان انا اقلي بيها، لان تبقى مواد مسرطنه في الاخر على الماده الغذائيه اللي انا باكلها. يعني انا باكل وجبه عديمه التوازن الغذائي. النصيحه هي ان احنا ما نمشيش ورا اي ترند وخلاص. مهم جدا ان احنا يبقى الاكل بتاعنا فيه توازن، ما نمشيش ورا الطعم، لان الكلام ده بالتاكيد طعمه حلو ولكن اضراره اكتر من ان انا استمتع 5 دقايق بس.